طيب من حيث الديزاين، دي الثلاث حاجات اللي بتهمني بالترتيب ده. الاول الفاليو، احنا جبنا المثال بتاع ويكيبيديا. فاحنا شفنا ويكيبيديا الاستاتيكس اللي هي الجماليات او الشكل او كده ضعيف، مش مفيش شكل قوي يعني. يوزابيليتي ما شغاله، لكن فاليو عاليه. يعني لو انا النهارده جيت اقارن تو برودكتس مثلا، لو قلنا اوبر وكريم مثلا، ف... فلو قلنا مثلا بيعملوا نفس الفانكشن، لكن في واحد اليوزابيلتي بتاعته حلوه وشكله، فلو قلنا ان اوبر مثلا شكله احلى وفي يوزابيلتي احلى وبتاع، لكنه وكريم مثلا لا اضعف شويه في اليوزابيلتي والاستاتكس. لكن كريم اللي اضعف ده الرحله ارخص مثلا ب 20% من بتاعه اوبر. كل الناس هتروح لاوبر ولا الكريم؟ هتروح للي شكله وحش بس ارخص ولا اللي شكله حلو بس اغلى؟ فانت موستلي هتلاقي الناس راحت للايه، للحد الارخص. حتى مش مهم، مش انا في الاخر عايز اركب عربيه، والله بقى يعني الابلكيشن مش يعني شغال، بس يعني الابلكيشن شغال يعني يوزابل ماشي، يعني ممكن مش احسن يوزابيلتي بس شغال يعني مش فايه. فعشان كده انت اي ديزاين ديسيجن بتاخده، انت بتشوف الديزاين. احنا الديزاين ايه؟ هو عباره عن مجموعه ديزاين ديسيجنز ورا بعض. يعني انا دلوقتي عايز ابدا برودكت. البرودكت ده اعمله على الويب ولا على الموبايل ولا على التابلت ولا على الواتش؟ ده اكبر ديسيجن في الاول مثلا. اعمله بيخاطب الفئه دي ولا الفئه دي ولا الفئه دي مثلا. وبعد كده قرارات كبيره، وبعدين نارو داون. طيب خلاص هعمله على الموبايل. طيب هبدا بالاي او اس ولا خلاص بدات بالاي اس مثلا. طيب عندي مجموعه الفيتشرز دي، احط الفيتشر دي الاول ولا الفيتشر دي الاول طب خلاص هعمل الفيتشر دي. عندي السكرين دي، طب في السكرين دي هعمل اللاي اوت دي كذا، ولا الزرار فوق ولا تحت ولا يمين ولا بتاع. طب حددت اماكن زرار، طب هعمل اللون يعني فاهمين. ابدا من قرارات كبيره لقرارات ادق 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 لغايه الشادو، البلير اللي في الشادو في 2 بكسل زياده. الزرار ده محتاج يتحرك يصغر 2 بكسل لغايه اقل الايه التفاصيل فالديزاين عموما هو مجموعه من الديزاين ديسيجنز اللي انت بتاخدها. والديزاين ديسيجنز زي ما محمود ماهر قال بيزد اون اليوزر بيهيف، بتبقى بيزد بقى على حاجات كتير. انت بتاخد هذه الديزاين ديسيجنز، انت في الاخر عندك جول محتاج ان انت تحققه فبتعمل افضل ديزاين ديسيجنز توصلك للجول ده، وتمانوفرك ما بين الكومبيتيتورز بتوعك. وهنا الكلام هيبقى فيه جزء برضو احنا بنتكلم بقى اكتر عن يعني كبرودكت ككل. عشان كده البرودكت مانجر من الناس اللي بتبقى يعني خلي بالكوا اللاين ما بين البرودكت مانجر والبرودكت ديزاينر بدأ يبقى رفيع قوي. يعني البرودكت مانجر مش بيديزاين بايده بس بيفهم الديزاين بيشتغل ازاي، وبرودكت ديزاينر بقى لازم يفهم البرودكت ككل شغال ازاي عشان يعرف يديزاين كويس. وعشان كده هم بدأوا يسموه برودكت ديزاينر، لان هم مش عايزين الشركات البرودكت مش عايزه اليو اكس يو اي. بالظبط. الشركات البرودكت اللي زي مثلا اللي ذكرناهم انستا باج وجيم بول وبريدفاست وكده، مش عايزين البيور يو اكس يو اي اللي هو مش فاهم برودكت. لان هو هيعمل يوزر ريسيرش وهيعمل بتاع، بس هو مثلا مش فاهم الكي بي ايز والكونفرجن، ومش فاهم مايلستونز. مش فاهم مثلا ان احنا عندنا راوند اوف انفستمنت كمان 3 شهور، فمحتاجين ان احنا نوصل لجروس معين علشان نحقق مايلستون معينه. كل ده ملوش علاقه باليوزر يعني. فبقى في اهداف تانية وكي بي ايز تانية مش كلها مرتبطه باليوزر بشكل مباشر. فهم عايزين حد فاهم برودكت. يعني انت فاهم ان ايه الكي بي ايز اللي هنشتغل بيها، ايه المتركس اللي هنشتغل بيها، يعني ايه الميثودولوجيز بقى بتاعت السبرنتس، وان في سبرنت لازم يتعمل، وان في حد معتمد عليك، وان في. فهم بيبقوا عايزين الديزاينر اللي فاهم برودكت، اللي فاهم الداينامكس بتاعت البرودكت. والداينامكس بتاعت البرودكت دي انقذتنا من المشاكل اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليها من شويه، اللي هي بتاعت العميل يقول لك كبر اللوجو والراجل عنده ريكويرمنتس معينه عايزك تعملها بغض النظر عن اليوزر. وكل الحاجات دي بقى لما دخل يعني بدايه باللين موديل الاول، هنتكلم طبعا عن اللين موديل في المره الجايه برضو، اللي هو فكره الام في بي
والماركت فيت والفاليديشن، كل الافكار اللطيفه دي introduced by اللين موديل. فبداية بالموضوع ده بدأت الناس تفهم، او بقى في ميثودولوجي ان انت تقدر تعمل برودكت ينجح او يعمل ماركت فيت او يجرو. قبل كده كان الفكرة ان في بزنس اوبجكتيفز وفي يوزر نيدز، ازاي نعمل ديزاين يحقق البيزنس اوبجكتيفز واليوزر نيدز. طيب يا سيدي، حقق البيزنس اوبجكتيفز واليوزر نيدز بس ما نجحش از برودكت، برضه مش كفايه. فالكونسترينز اللي احنا كنا بنقول عليها في الاول بقت كتيره. عشان كده الناس فاكره شغلانه البرودكت ديزاين سهله. انت لو اشتغلت مثلا في ميتا مثلا، اشتغلت فيسبوك، خلاص انت بتبقى قاعد، ايه يا جماعه، هو الراجل ده هنا ده بيعمل ايه يعني؟ بيعمل ايه بتاع ميتا ده؟ ما هو ما خلاص، ما احنا الوول والبتاع. الناس دي ليه في 100 ديزاينر و200 ديزاينر كل يوم الصبح بيروحوا الفيسبوك كل يوم بقالهم 5 سنين ليه؟ احنا لو بالفكر بتاع السوفت وير هاوسز اللي احنا بنتكلم عليهم، كان زمانه جاب شركه من بتوع مدينه نصر او اي شركه، او يو اكس كونسلتنسي عملاقه، جاب دون نورمان، جاب حد كبير جدا عمل الديزاين بتاع الفيسبوك. طبعا الفيسبوك بدأ از ستارت اب في جامعه، فما كانش يعني معاه بادجت ولا حاجه، بس يعني المهم جاب حد عمل الديزاين لو بالفكر بتاعنا دلوقتي، وعمل الديزاين وخلاص. وبعد ما عمل الديزاين قام جاب شركه تانية او جاب 2 ديفلوبرز اصحابه عملوا الديفلوبمنت بتاع الديزاين ده، وطلع الفيسبوك دوت كوم. كان اسمه زي فيسبوك الاول، طلعه بس خلاص وطرد الناس دي بقى، هو مش محتاجهم تاني. ودي من ضمن اكبر الميسكونسبشنز واهمها واصعبها. ان انت متخيل لو انا عايز اعمل برودكت، انا متخيل ان انا محتاج حد يديزاين ويمشي، وبعدين هجيب ديفلوبر يديفلوب اللي الديزاين ده عمله ويمشي، وبعدين خلاص بقى عندي برودكت ديفلوبت وديزاين ده حلو وديفلوبت حلو، خلاص هلانش بقى. انا مش محتاج الناس دي خلاص، ما انا عملت الويب سايت، هحتاجهم تاني ليه؟ ما الويب سايت خلص، انا ليه محتاج الناس دي تاني؟ فدي اكبر كارثه احنا واعيين فيها. الناس فاكره ان انا عملت الويب سايت وطلعته وخلاص، مش محتاج ان انا اديفلوب فيه مور ذان ذات. ما هو الفيسبوك خلاص شغال، لما احتاج بقى فيتشر جديده او احتاج حاجه جديده ابقى اجيب ديفلوبر او ديزاينر يعملها. فالفكره اللي حاصله ان انت الديفلوب البرودكت الناجح بيبقى عامل زي الليفنج اورجانيزم كده، الكائن الحي، بيتحرك وبيتنفس وبيكبر وبياكل وبيمشي. فانا لو عملت برودكت عباره عن بروجكت، وده الفرق بين البروجكت والبرودكت، انا عملت مشروع ويب سايت واتعمل واتسلم وطلعت، طب ما انا اول لما اطلع هيجي لي فيدباك عليه، اللي هو ايه ده، انت ازاي ما عملتش الفيشر دي، انت المفروض كذا، طب احنا عايزين ندفع بالطريقه دي، طب احنا ما اعرفش ايه. طب انت الفيدباك ده جالك من الايرلي ادابتورز، تجاهلته، ما انت خلاص مشيت الديزاينر والديفلوبر. اول لما تتجاهله البوتل نيك بتاعتك اول لما بتلانش هي الايرلي ادابتورز. لو انت ما تفاعلش مع الفيدباك بتاعهم بعد شويه هيسيبوك، وهتلاقي ما فيش عندك ولا يوزر غير بقى شويه اصحابك والناس اللي انت جايبهم عشان تثبت ان انت عندك يوزر. والناس بتبقى مش متخيله ان ده ممكن يحصل. يعني انا اشتغلت على برودكت سنه وسنتين وقعدت حنتف فيه واعمل فيه كل حاجه زي ما انا فاكرها، وبعدين قمت ملانشه، فوجئت ايه ده محدش بيستخدمه، ده الناس اللي بتحايل عليها بس هي اللي بتستخدمه. فمحتاج ان انا اتريد ارجع، طب انتوا يا جماعه ما بتستخدموش ليه؟ لا ده اصله ناقص كذا 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 وعايز كذا كذا، فاروح اعمل ده وارجع تاني، وبعدين يجي لي فيدباك فاروح اعمل ده وارجع تاني. فما كانتش في دوره من الاتريشنز. وهنا بقى جت فكره السبرنت، وفكره الرود ماب، وفكره ان يبقى في برودكت وفي عليه اتريشنز. لكن انا لو عملت حاجه واطلقتها غالبا ما بتشتغلش. فهو دي بقى مشكله صاحبنا السعودي اللي راح لشركه السوفت وير اللي في مدينه نصر، انه بيطلب مشروع، ولسه في شركات كتير عندها خلط، مش شركات برودكت، شركات عاديه عندها خلط ما بين البروجكت والبرودكت. اصعب حاجه لما تروح لناس عايزين يعملوا برودكت وتلاقيهم معينين بروجكت مانجر، كده البرودكت ده راح في داهيه، خلاص شكرا. لان ايه الفرق بين الاثنين؟ البروجكت مانجر هيشتغل ووتر فول، اللي هو زي ما قلنا اعمل ديزاين وبعدين اعمل ديفلوبمنت، وبعدين كله متى موجود الدوكيمنت اللي معرفش اسمها ايه اللي قلته عليها دي، كل اللي فيها تمام، يلا نلانش بقى خلاص. لكن الحقيقه ان انت لما تلانش، لو انت مثلا كان معاك قبل ما تلانش
4 في التيم، انت وقت اللانش محتاج يبقى معاك 6 او 7 في التيم، لان هيجي لك فيدباك لازم تريت عليه بسرعه. وعشان كده لما بتلانش ام في بي افضل، علشان الفيتشرز اللي فيه قليله، فتقدر ان انت تتحركه بسرعه. وبعد ما تحقق ماركت فيت، بدل ما كان معاك 7 محتاج يبقى معاك 10، لان عشان تجرو هيبقى عندك متطلبات تانية اكتر، يعني تخش في اسواق تانية. يعني خلونا نشوف الفيسبوك اول لما بدأ عبارة عن وول والحالة الاجتماعية وصورتك وبس. بعد شوية عملوا كل بوست تقدر تكومنت عليه، فده برودكت جديد، الكومنتنج. بعد شوية عملوا البروفايل بيج، برودكت تاني. بعد شوية عملوا الماسنجر الصغير اللي تحت ده. وبعد شوية عملوا الجروبس. وبعد شوية عملوا الماركت بليسز و... وعملوا البيجز. وبعدين في ادمن كبيره جدا للاعلانات، لو انا بعمل اعلان ليها ادمن كبيره جدا. فكل دي برودكت. وبعدين الماسنجر اللي تحت ده في منه زي ما قلنا ستاند الون على الموبايل ابلكيشن، وفي منه ابلكيشن لوحده على الماك وعلى الويندوز، ويمكن يكون في منه ابلكيشن على التابلت. فالبرودكت الوحيد الواحد اللي بدأ بقى 10، بقى 20، بقى 100. تعالوا النهارده نتخيل في كام برودكت في الفيسبوك. انا مش بقول في ميتا كلها، ميتا طبعا انتوا عارفين معاهم انستجرام وواتساب واوكوليس وما اعرفش ايه تاني، لكن الفيسبوك بس بقى في كام برودكت النهارده تحت الفيسبوك. فدي بيعملوها سكوادز كده، تيمز. فلو انا جبت فعشان كده التيم او البرودكت اللي احتاج 3 4 عشان يتعمل، بعد 10 سنين بقى فيه 200 300 واحد. فاحنا اول مشكله عندنا في الفكر بتاعنا في منطقتنا، ان هو متخيل ان انا هجيب حد يعمل المشروع ويمشي، والمشروع ده هيشتغل بقى خلاص. دي اكبر واول مشكله.